ليه سهم مايكروسوفت غير متوافق مع الشريعة الفترة دي؟ لو تفتكروا احنا قلنا في 3 معايير عشان أي سهم يبقى متوافق مع الشريعة أو لأ. تعالوا نشوف المعايير دي ونطبقها على سهم مايكروسوفت. أول نسبة اتكلمنا عنها قبل كده هي نسبة القروض لنسبة القيمة السوقية للشركة، الديت تو ماركت كاب. لو طبقنا النسبة دي على مايكروسوفت هتطلع النسبة 3.41%. النسبة دي ما ينفعش تزيد عن 30%، بس مايكروسوفت بعيدة جدا عنها. يعني كده مايكروسوفت نجحت في أول معيار. تاني معيار كان الانترست بيرنج سيكيورتيز على الماركت كاب، او بمعنى تاني لو الشركه مديه قروض لحد او مستثمره بارباح، يعني مستثمره في اسيتس بتجيب لها انترست، فنسبه الانترست دي مقارنه بالماركت كاب او القيمه السوقيه بتاعه الشركه. لو طبقنا النسبه دي على مايكروسوفت هتطلع النسبه 3.78%، ودي نسبه ممتازه واقل من 30% اللي هي الثريشولد اللي ما ينفعش يتعديها. وبكده مايكروسوفت تعدي المعيار الثاني. ندخل على المعيار الثالث، الريفينيو. في المعيار ده بنحسب فيه نسبة الريفينيو او المبيعات اللي جاية من مصادر لا تتوافق مع الشريعة اللي هي مش حلال على توتال الريفينيو، على توتال مبيعات الشركة. لو حسبنا النسبة دي لمايكروسوفت هتطلع النسبة بتساوي 6.48%. هل كده النسبة دي كويسة ولا لا؟ الحد الأقصى اللي ما ينفعش الشركة تعديه من المصادر اللي لا تتوافق مع الشريعة هو 5%، وده معناها ان دي مشكلة ان مايكروسوفت ما عدتش في المعيار ده. جزء من مصادر مبيعات الشركه بتيجي من الجيمنج سيكتور او القطاع الخاص بالالعاب. لما اتعمل ريسيرش حاليا على الالعاب اللي بتصدرها شركه مايكروسوفت اتلقى ان في مبيعات كتير قوي جايه من وراء العاب تحتوي على حاجات لا تتوافق مع الشريعه. طب تعمل ايه بقى لو انت اوريدي مستثمر في مايكروسوفت؟ الموضوع ده ما فيهوش راي واحد، انما واحد من الاراء بيقول لك ان انت دلوقتي تقدر تبيع السهم ده وتقدر تعمل منه كمان تطهير او تعمل نسبه تطهير، يعني تطلع من الارباح بتاعتك نفس النسبه اللي هي 6.4% للتشاريتي، او يعني انت تتبرع بيها عشان تعمل تطهير للارباح بتاعتك. الراي الثاني بيقول ان انت لو شايف ان النكست فاينانشال ستيتمنت النسبه دي هتقل، او بمعنى اخر ان المبيعات اللي جايه من شريعه كومبلاينت سورسز هتزيد مقارنه بالنون شريعه كومبلاينت. نقدر نقول مثلا ان الشركه هتحسن مبيعاتها في مجال الاي اي، وده هيعمل دايلوشن او اقل من نسبه 6.4% ويرجعها تاني لنسبه ال 5%. في النهايه لو عندك اي سهم تاني عايز نتكلم عنه ونعرف هو شريعه كومبلاينت او لا، ولو عايز تعرف برضو الاسباب اكتب لي اسم السهم في الكومنتس وهعمل عنه فيديو مخصوص.